مساء الخير، اهلا بحضراتكم ودايما بتشرفونا. دايما مهتمين جدا ان احنا نتواصل مع حضراتكم، نحكي لكم ايه اللي بيعمله الحزب دوت. فخلونا سريعا كده نستعرض مع حضراتكم ايه اهم الاحداث اللي حصلت خلال الاسبوع اللي فات. في شخص يستحق كل تكريم من حزب المصريين الاحرار. الشخص ده هو مدير معهد الكبد. في الحقيقه معهد الكبد في الفتره السابقه عمل مجهود غير طبيعي مع مرضى الكبد، ومرضى الكبد شريحه كبيره من المصريين زي ما كلنا عارفين، وبنسجل في المؤتمر بتاعنا ان هذا رجل محترم وان احنا فخورين بجهوده في مواجهه مرض الكبد اللي بالفعل يعد من اكبر التحديات اللي بتواجه المصريين. المكتب السياسي اجتمع يوم الخميس الماضي برئاسه الدكتور عصام خليل واكد استعداد الحزب للانتخابات ايا كان موعدها. في الساحل، في الحقيقه مرشح الحزب في الساحل الاستاذ ماجد طلعت كان ليه زياره مهمه جدا، هي مشاركه في مؤتمر في الاتحاد الاوروبي حوالين مشاكل الطاقه والطاقه المتجدده. استاذ ماجد طلعت كان موجود في مؤتمر استمر لمده تقريبا اسبوع في الاتحاد الاوروبي، التقى فيه عدد كبير من قيادات العمل الاوروبي من اجل الطاقه. بدايه حمله ضد التطرف في الحقيقه زي ما حضراتكم عارفين كانت من 3 أسابيع، لكن في فعاليه كبيره جدا حصلت الاسبوع اللي فات. الفعاليه ديت ان في عدد كبير جدا من شباب المصريين الاحرار نزلوا في 1000 مسكن في عين شمس. نزلوا في 1000 مسكن ووزعوا البروشورز او الاوراق بتاعه الحمله، وزعوا عدد كبير قوي من استطلاعات الراي، والحمله بالفعل لاقت ترحيب غير يعني اكتر من المتوقع بكتير في عين شمس. في المحله استاذ جهجه كان ليه بيان اصدره بالفعل بيطالب الرئيس السيسي بالتدخل السريع لانقاذ الفلاح المصري. الفلاح المصري بيواجه تحديات كبيرة جدا في الفترة ديت. أستاذ جهجة أصدر بيان بيوضح أهم التحديات اللي بتواجه الفلاحين، أرجو من حضراتكم أن انتم تطلعوا عليه وأن انتم تشوفوه. في سوهاج تم تدريب 50 سيدة في المراغة على مهارات كسب التأييد، إزاي نقدر أننا نعرض وجهة نظرنا ونلاقي لها رد فعل. ده بالفعل تدريب حصل في سوهاج أو تحديدا في المراغة ل50 سيدة. وأخيرا في المرج كان في تنظيم زي ما حضراتكم عارفين ان عمليه محو الاميه بتحتاج امتحانات اسمها امتحانات استقراء، فكان في حمله كبيره عملها الاستاذ احمد علي في المرج عشان خاطر نقدر ان احنا ننظم او نساعد في تنظيم امتحانات الاستقراء، عشان خاطر نقدر اننا نعطي لاكبر عدد من المواطنين يكونوا بالفعل قدروا ان هم يمحوا امنياتهم شهادات محو الاميه. شكرا جدا لحضراتكم ودايما بتشرفونا ودايما بنتشرف بالتواصل مع حضراتكم. شكرا قوي.